بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده فيديو حلو جدا، حباكم تسمعوه للنهاية. للناس اللي عايزة تعمل مشاريع من بيتها، للناس اللي هي مش عايزة تربي الفراخ البيضة في الحر ده، هقول لكم احلى مشروع ان شاء الله باذن الله تبداوا تعملوه. هيكسبكم باذن الله في مكسب، في مكسب، وهقول لكم بالتفصيل دلوقتي هنعمل ايه. فتابعوني بقى في فيديو النهارده. واتمنى من حضراتكم ارفعوا الفيديو ده باللايك، حطي لي اللايك كده علشان ان شاء الله اول ما انزل فيديو يبدا يوصل لحضراتكم ان احنا نزلنا فيديو. انتوا شايفين نوع البط ده ايه؟ ده بط بغال. البط البغال ده لازم تجيبي برضو من مكان كويس، مكان ثقة. البط البغال ده دورته بالظبط 3 شهور، ما بتزيدش عن كده. في منه نوعين، في اللي هو او البط المولر، يعني هو بيتقال عليه يا مولر، في ناس بتقول عليه مولر وفي ناس بتقول عليه بط بغال. سموه بغال لانه هو بيكبر بسرعة وبيبغل كده بسرعة وبيكبر معاكي، بيتميز معاكي بالنقطة السمراء اللي فوق دماغه. المكان اللي هتجيبي منه هيفرق معاكي كمان في التربية. البط ده زي ما قلت لحضراتكم 3 شهور بالظبط وتبداي تذبحي منه. النوع التاني كمان بيبقى فيه العينين، النمر عينه بتبقى حمراء، ده بيبقى بط مستورد بس للاسف مش عندنا. يعني انا ما لقيتش عنده موجود عندنا اللي هو البط البغال اللي هو بيتميز معاكي، اللي هو المستورد ده بيكبر اكتر وبيشيل معاكي وزن اكتر. انما البط ده بط يعني بط عادي، بط محلي بس حلو جدا برضو معاكم. طيب بدأت هنا أذبح ال5 بطات، وقلت هنضفهم كده وهتوكل على الله، وهنبدأ كده ننضفهم مع بعض. أول حاجة لازم المية بتاعت البط تكون مية سخنة خالص، بس ما تغليهاش، يعني تكون خلاص هتوصل معاكي للغليان. اول حاجه بس بتعمليها بتبداي تبلي البطه كده بميه عاديه خالص من الحنفيه، وتبداي على طول تنزليها في الميه السخنه، وبتسيبيها بتحركيها يمين وشمال كده، وتبداي تشدي ريشه منها. لو طلعت معاكي بكل سهوله ابداي على طول نضفي كده زي ما انت شايفه. تمام. طبعا تنظيف البط غالي جدا بره، فانا لا، قلت خلاص انا اذبح وانضف في بيتي كده، وان شاء الله باذن الله ربنا يقويني. فانت كمان اعملي كده، كل حاجه في بيتك اذبحي ونضفي. الذبح انا وريتكم طرق كتيره للذبح، بس ان شاء الله ممكن ابقى اعمل لكم فيديوهات تانية برضو عن الذبح. شايفين علشان البطه مستويه معايا. يعني ايه مستويه معايا؟ يعني ما فيهاش زغبر كده صغير. البطه انا ذبحتها في الايه، في العمر اللي المفروض اذبحه فيها. تمام. انتي تبداي تذبحي امتى وتعرفي ان البطه استوت معاكي؟ بتبداي تشدي ريشه من الجناح. لو طلعت معاكي من غير دم اعرفي ان انتي كده البطه خلاص لما تيجي تذبحيها وتنضفيها هتبقى سهله معاكي كده زي ما انتي شايفه. بدأت كده على طول دخلت في البطة التانية برضو انضف كده بسرعة، انزل في المية اللي هي زي ما قلت لكم اللي هي خلاص قربت تغلي، وابدأ ان انا ايه انضف على طول. نصيحتي ليك لما تيجي تجيبي البط ما تجيبيش البطة السمراء، هاتي البطة البيضة، حلوة في تنظيفها. انما السمراء دي ممكن تزهقك شوية بس في التنظيف. بين كل بطة وبطة كده ببدأ امسح الايه الحوض بتاعي كده زي ما انتم شايفين كده. ببدأ امسح وببدأ ان انا ايه على طول اخش في البطة التالتة، وابدا كده ان انا برضو ايه اريش كده على طول. طيب هرجع بقى هتكلم معاكم في البط ده. البط ده بيشيل معاكم اوزان حلوه جدا، ما بيستهلكش الصراحه اكل كتير. يعني بصي ارمي له اي حاجه، بس اهم حاجه في اي بط هتجيبيه ان انت تاسسي صح. اسسي البطايه بس الاول كده بشويه العلف، وبعد كده ابدأي بقى ايه، حطي شويه عيش، حطي شويه دشيشه، إيه اي حاجه، إيه مفيش مشكله خالص. زي ما انتم شايفين برضو في اول الفيديو انا كنت عارفه ان انا هذبح البط تاني يوم، فعملت ايه، جبت 3 4 ترغفه كده وبليتهم في الميه وحطيتهم قدامهم ياكلوا، لان طبعا برضو مش هجوعهم ولا حاجه. تمام. نصيحتي ليكي برضو ما تاكليش البط اكل مبلول، يعني دايما برضو العيش كده تكوني مكسراه، لان انتوا عارفين في فصل الحر ده كمان الحاجه لو انت بليتي العيش، في ناس بتبلي العيش للبط، بس انت لو بليتي العيش للبط كده ممكن العيش يبوظ معاكي ويبدا يعمل اسهالات شديده للبط. انا دايما صيف شتاء نصيحتي ليكي العيش نشفيه وكسريه في المكنه، والكيني عندك بقى وحطي عليه شويه دشيشه، شويه علف، شويه حته فول اللي انت عايزاه كده، اعملي لهم تقليبه حلوه كده. ده للبط. وقللي خالص قللي خالص الايه العلف، مفيش مشكله، حطي حته فول، هاتي كيلو فول صويا بتاع الطيور وحطيه كده على التقليبه اللي انت هتعمليها هيبقى زي الفل معاكي. تمام. هنا بقى خلاص ذبحنا البط، بنبدا بقى ان احنا على طول ننضف كده بشويه دقيق حلوين. تبداي بقى كده ان انت تفركي البطايه علشان لو فيها ريشه صغيره، لو فيها اي حاجه. الحركه دي حلوه جدا، وهوريكم برضو دلوقتي حركه برضو انا بعملها بالليفه بتاعت
اللي هي بتاعت المواعين، بس انا دايما بجيبها للطيور الصراحه. بيبقى عندي الليفه اللي هي هوريها لكم دلوقتي، ببدا برضو ان انا ايه اعمل بيها البط. لو في بقى اي ريشه كده بتتسلي كده ايه بتبداي ان انت تطلعيها. تمام. البط ده زي ما قلت لك اكليه اي حاجه بياكل وبيستجاب معاكي، بس اسسي الاول في الاول خالص لازم يعني لو قدرتي تاكلي مثلا لحد شهر علف، وبعد الشهر يا ستي اعملي له تقليبه مفيش مشكله خالص. ده من تربيتي فيه، ما بيطلعش صوت البط ده، ملوش صوت. بط بيشيل معاكي لحم حلو جدا. ما تذبحوش زي ما قلت لك قبل 3 شهور لما تشدي الريشه. ممكن يعني انا ساعات كنت بذبح على 85 يوم. لو لقيت كده البط معايا استوى وشديت الريشه وما طلعش دم ممكن اذبح، او اخليه على 90 يوم اللي هو 3 شهور ومفيش مشكله خالص. ما ينفعش تسيبي البط دوت بعد يعدي ال3 شهور، ما ينفعش. اولا هيخس معاكي. طيب لو انت ذبحتيه بقى قبل ال3 شهور ايه اللي هيحصل؟ هيكون معاكي مليان دهون. هبدا دلوقتي هخلي معاكم بطايه عشان تشوفوا برضو ان البط ده ما بيشيلش دهون ولا حاجه، برضو بيرجع على حسب الاكل اللي انت بتاكليه للبط. وذبحه زي ما انت شايفه كده، انت ما بتشيليش الراس، انت يا دوبك بس بتشيلي الخرطوم ده كده والسكينه بتكون حاميه، وتقولي بسم الله الله اكبر وتقومي ذابحه مره واحده. هنا كده برضو هبدا برضو كده هغسل الحوض برضو زي ما قلت لكم، وابدا كده. دي الليفه اللي انا بقول لكم عليها. شايفين بتطلع اي حاجه بقى، اي حاجه في البط بتبدا ان هي تطلعه. طبعا انت حتى لو وديتي عند الراجل، بصوا انا بقى انا ببدا اشيل الايه الراس، وببدا افتح كده واغسل بقى البطايه معايا حلو زي ما انت شايفه كده. البط ده على فكره في ناس بتعمل منه الكبابي، يعني بتاخد اللحم بتاع البط بدل ما تشتري لحمه، لا اعملي جربي كده الكبابي ان انت تعمليها باللي هو بصدر البطه. والله بصي هيبقى طعمه احلى كمان من اللحمه. يعني انا برضو في الفيديو ده كنت خاليه كده حته صدر كده هوريه لكم عشان كنت هعمل بيه الكبابي، اللي هو الكبابي اللي هو بالرز حبايبي والخضره. تمام. وابدا كده بقى ان انا ايه افتح كده الزور، وابدا بقى ان انا ايه انضف كده البطه بتاعتي. شايفين البطه حمراء وجميله ازاي؟ والله العظيم طعمها احلى من اللحمه. شايفين؟ وبيوصل معاكي اوزان حلوه جدا، بيوصل معاكي 4 كيلو ونص 5 كيلو. البط بقى البغالي اللي هو المستورد ممكن يوصل معاكي 6 كيلو كمان، بس البط المحلي ده ما بيوصلش ل6 كيلو ولا حاجه. بس حلو زي ما قلت لكم، موفر طبعا عن الفراخ البيضه في ايه، في ان انت ما بتاكليش علف ولا حاجه. هاتي 3 بطات بس، انا المره دي كنت جايبه 5، بس بعد كده بدات بجيب 3 ب3 بس. تمام. كبدتها حلوه جدا، القنصه حلوه قوي. طبعا البط ده ما يعني ما بياخدش علاج خالص خالص نهائي. وكل اللي بتستخدميه بقى شويه شاي شربتيهم، في شويه اسهالات حطي حبايه بتاعت الاسهال انتينال في الميه بتظبط معاكي الدنيا. اي حاجه شويه خل في الميه، انما ما بتديش اي علاج، اي علاج ما بتديهوش خالص. تمام. هنا كده هخلي معاكم برضو ال البطه عشان تشوفوا ان هي اصلا ما فيش دهون. بطه حلوه جدا وطعمها بصي تحفه. الطعم الصراحه عجبني جدا. عشان كده بقى بدأت اجيب البط البغالي ده على طول. شايفين اهوت؟ انا بخلي بس عشان اوريكم ان الجلده ما فيهاش اي دهنه ولا حاجه. انت حتى ما بتخلي البطه بتبقى معاكي كانها حته لحمه بالظبط اهو. هنا كده هبدا اخد الصدر ده وهبدا على طول هعمل كبابي. لو انتوا عارفينها، مش عارفه قولوا لي انتوا بتسموها ايه عندكم. بتاخدي صدر كده البطه ومع خضره مع رز كده وبصل، بتبقى مختلفه جدا اهوت. حلوه جدا زي ما قلت لك، لو جربت الطريقه دي مش هتشتري لحمه خالص. شايفين بقى ده كده الشكل النهائي؟ دخلوا الخير في بيوتكم حبايبي، كنت دايما بقول لكم كده وهفضل اقول لكم كده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو على خير. لو عجبكم الفيديو حطوا لي اللايك كده وادعموا القناه. مع السلامه.